ازيكم عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بيكم في القناة التعليمية عالدغري. هنقدم ليكم حكاية جديدة بشكل سهل ومبسط. اوعوا تنسوا الاشتراك والمتابعة، ويلا بينا. القصة اللي هنتكلم فيها النهاردة هي قصة تحول ضخم جدا في صناعة العربيات العالمية. حكاية عن إزاي شركة كانت شبه مغمورة قدرت تتحدى الملك اللي كان متربع على عرش العربيات الكهربائية وتغير قواعد اللعبة تماماً. سنة 2011 إيلون ماسك رئيس شركة تسلا اتسأل في مقابلة عن شركة صينية اسمها BYD. رده كان كله سخرية واستهزاء. لكن سبحان الله، بعد أكتر من 10 سنين الجملة دي بترجع تطرده، لأن الشركة اللي استهزأ بيها وقتها مش بس نفسته، لا، دي قدرت تتفوق عليه. طيب، يلا بينا نتعرف على أبطال الحكاية دي. من ناحية عندنا الملك اللي هو تسلا، ومن الناحية التانية عندنا المتحدي اللي هو BYD. لو نرجع بالزمن 10 سنين ورا هنلاقي إن تسلا كانت بتمثل قمة التكنولوجيا والفخامة في عالم العربيات الكهربائية. كانت هي البراند المميز اللي كل الناس بتتكلم عنه. فنفس الوقت ده بالظبط BYD كانت مجرد شركة صينية محدش يعرفها تقريبا بره الصين، يعني لاعب صغير جدا في سوق ضخم. طب عشان نفهم إزاي BYD عملت الصعود الصاروخي ده، لازم نرجع للبداية خالص. الشركة دي أصلاً ما كانتش شركة عربيات، لا دي كانت شركة بطاريات، بس كان عندها رؤية جريئة جداً للمستقبل. الخط الزمني ده بيلخص الرحلة كلها، شوفوا معايا. الشركة بدأت سنة 95 كصانع لبطاريات الموبايلات. سنة 2003 خدت خطوة جريئة جدا واشترت مصنع عربيات صغير ومتعثر. سنة 2008 كانت سنة محورية فعلا، نزلت أول عربية هجينة ليها، والأهم من كل ده إن شركة بروكشاير هاثاواي اللي بيقودها المستثمر الأسطوري وارن بافيت استثمرت فيها 230 مليون دولار. وفي 2020 عملت ثورة في عالم البطاريات لما أعلنت عن بطارية الشفرة أو البليد باتري. وقصة مؤسس الشركة وانغ تشوانفو لوحدها ملهمة. ده راجل كيميائي نشأ في قرية فقيرة ما فيهاش كهرباء أصلاً، وده اللي خلاه مهووس بفكرة تكنولوجيا البطاريات. شريك وارن بافيت الراحل تشارلي مانجر وصفه مرة بأنه مزيج من توماس أديسون وجاك ويلش، وده طبعاً بسبب عبقريته الهندسية الخارقة. طيب إيه هو سر نجاح BYD؟ استراتيجية اسمها التكامل الرأسي. عشان نبسطها، تخيلوا معانا خباز مش بس بيخبز العيش، لا ده كمان بيزرع القمح بنفسه وبيطحن الدقيق وبيبني الأفران اللي بيخبز فيها. هو ده بالظبط اللي BYD بتعمله، بتتحكم في كل حاجة من الألف للياء. والجدول ده بيلخص الفرق الجوهري بين فلسفة الشركتين بشكل واضح جدا. تسلا بتركز على السوفت وير والعلامة التجارية الفخمة، وبتعتمد على موردين خارجيين في حاجات كتير. أما بقى BYD فتركيزها على الهاردوير وكفاءة التكلفة، وبتصنع كل حاجة بنفسها تقريبا، وده اللي بيديها قوة ضربة في تصنيع البطاريات وبيخلي أسعارها منافسة جدا. فكرة التكامل الرأسي دي مش مجرد كلام نظري على ورق، لا دي بتتجسد بشكل عملي في مصانع BYD المذهلة اللي نقدر نعتبرها وبكل ثقة مصانع المستقبل. الرقم ده مرعب. في مصنع شاين بتاع BYD كل 60 ثانية بتخرج عربية جديدة من خط الإنتاج. متخيلين 60 ثانية؟ طب إزاي بيعملوا كده؟ خط التجميع مؤتمت بالكامل، يعني تقريباً مفيش بني آدمين. جيوش من الروبوتات بتركب شاسيه العربية، عربيات من غير سواق بتنقل هياكل العربيات بين الأقسام، الأربع أبواب بتوع العربية بيتركبوا مع بعض في 10 ثواني بس، وكل العمليات دي بتدار عن طريق شبكة 5G خاصة بالمصنع. والنقطة الأهم هنا هي إن كل المكونات الأساسية دي BYD بتصنعها بنفسها. بطاريات الشفرة بتاعتها، أشباه الموصلات والمايكرو تشيبس، المواتير الكهربائية، حتى كراسي العربية، والأنظمة الداخلية والسوفت وير. ده بيخليهم مش معتمدين على حد خالص، وطبعاً بيقلل التكلفة بشكل خرافي. وبطارية الشفرة دي لوحدها قصة نجاح، هي طفرة حقيقية في الأمان. تصميمها الفريد بيخليها تستحمل أصعب الاختبارات زي اختبار المسمار من غير ما تولع أو تنفجر، ودي كانت أكبر نقطة ضعف في بطاريات العربيات الكهربائية التقليدية. كل الاستراتيجيات والتكنولوجيا دي كانت بتمهد للحظة الحاسمة، اللحظة اللي المتحدي هيتفوق فيها على الملك. هنا بقى بتيجي الدراما كلها في الربع الأخير من سنة 2023، والأول مرة في التاريخ BYD باعت عربيات كهربائية بالكامل أكتر من تسلا. أكتر من 526 ألف عربية لBYD مقابل 484 ألف لتسلا. المتحدي وصل للقمة رسمياً. ولو بصينا على أرقام السنة كلها،
الصورة بتوضح أكتر وأكتر. BYD أنتجت أكتر من 3 مليون عربية ما بين كهربائية وهجينة، في حين إن تسلا أنتجت 1.81 مليون عربية كهربائية بالكامل. يعني بنتكلم عن حجم إنتاج مهول. لكن الوصول للقمة مش نهاية القصة، بالعكس ده بيفتح تحديات جديدة ومعقدة. BYD دلوقتي بتلاقي نفسها بتحارب على جبهتين في نفس الوقت. الجبهة الأولى هي السوق المحلي. في الصين اللي هو أكبر سوق عربيات في العالم، BYD مسيطرة تماماً بحصة سوقية 32%، في حين إن تسلا حصتها 6.1% بس، فرق شاسع. الهيمنة دي تسببت في حرب أسعار شرسة جوه الصين. كل الشركات بتضطر تخفض أسعارها عشان تنافس، وده ضغط على هوامش الربح للكل، لدرجة إن أرباح BYD نفسها انخفضت لأول مرة من 3 سنين. أما الجبهة التانية فهي الحواجز التجارية العالمية. لما BYD بتحاول تتوسع بره الصين بتقابل مقاومة شرسة. الاتحاد الأوروبي فرض عليها تعريفة جمركية 17%، والولايات المتحدة فرضت تعريفة بتتجاوز 100%، وده فعلياً بيمنعها من دخول السوق الأمريكي. طيب كل ده معناه إيه لمستقبل صناعة العربيات؟ إيه الدرس اللي ممكن نطلع بيه من القصة دي؟ النقطة الجوهرية هنا هي إننا قدام رؤيتين مختلفتين تماماً لمستقبل الصناعة دي. رؤية تسلا اللي بتعتبر العربية كمبيوتر على عجلات وقيمتها الأساسية في السوفت وير والولاء للعلامة التجارية، ورؤية BYD اللي بتعتبر العربية هاردوير متكامل وقيمتها الأساسية في كفاءة التصنيع والتكلفة المشخصة. وده بيسيبنا قدام سؤال مهم جدا. دلوقتي بعد ما نموذج BYD أثبت نجاحه على نطاق واسع، هل مستقبل صناعة العربيات هيكون عبارة عن سباق نحو المصنع الأكثر كفاءة، ولا نهج تسلا اللي بيركز على السوفت وير أولاً هو اللي هيكسب في النهاية؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتحدد شكل الصناعة كلها في السنين الجاية.